اتكلم في حضرموت، اتكلم نعم واتكلم في اي محافظه يمنيه لا زالت. انا سمعتك من اول. لا تقول لي انت باش مخوف. يا ذيب انا لازم معك يا يافعي لازلنا في جمهوريه يمنيه واحده. لا تقول لي انت مخوف. تفضل يا وسيد. طيب انا اذنك يا يافعي، انا اذنك. انت من وين في يا ذيب عشان نعرف بس انت من وين؟ الامن المركزي، الجيش اليمني عن بكرة ابيه. ما هي قوات صالح والحوثي، ما هي بس هذا، قوات صالح والحوثي ما نختلف ذا الفكره. طيب اول نفسه الحرب عندما قامت بشكل عام سواء شمالنا او جنوبا قبل 10 سنين بدعم من التحالف العربي انتصر الجنوب، لماذا الشمال لم ينتصر؟ طيب ما انت هل هناك في حاضنه شعبيه؟ لا لو انت هل هناك في حاضنه شعبيه لا يعني قويه جدا تمسك فيها الحوثي؟ لا لو انت عطيت فكرتك يا يافعي. خلينا نسمع ابو حزام، وهو من يافع ترى ابو حزام. والله انا ما اتكلم هو ما تكلم، سأل سؤال بس يا ذيب، والله مو عشان تفضل يا محمد. اول شيء شوف يا سيد، اول شيء القوات المسلحه الجنوبيه، القوات المسلحه والويه العمالقه والتحالف فقط من وصلوا الى كيلو 16 في الساحل الغربي. لم نرى اي تقدم من الجيش اليمني، لا في جبهه مارب ولا في جبهه تعز ولا في جبهه حاليا بعد ما سلموا لطارق عفاش في اي تقدم. فنحن هنا شوف انا بقول لك كجنوبيين بشكل عام لما نطالب باستعاده دولتنا ليس نكايه بالشمال. يا اخي انا معك، انا اعطيتك اقل ما املك من الرجال من المال من العتاد، وصلت معك الى يا اخي دعك من التحالف، دعك من امريكا ومجلس الامن. يا اخي النسبه السنيين في الشمال تتعدى 80%. الحوثي كم يكون؟ الحوثي ما يمثل له 5%. يعني لو خرجوا عليهم بهبه واحده بيرجعهم لكهوف مران. لكن راينا تخاذل غير طبيعي من الشمال نفسه. الشماليين هم من يتحملوا هذه السبب، ليس التحالف العربي ولا امريكا، هم من يتحملوا هذا السبب. طيب انا اليوم كجنوبي بما اني ارى ان بلادي محرره من هذه الحوثي المجوزي الرافضي وهو عدوي الازلي والاساسي، هذا لا خلاف عليه. لكن اليوم نحن نتكلم بالواقع. يا اخي 10 سنين اعطيني منجزات واحده، اعطيني شيء. قوات الطوارئ دربت ودعمت من المملكه العربيه السعوديه باجتياح صنعاء. للاسف الشديد رايناهم في 2019 اتوا قادمون يا خيبر يا يهود، ولولا الطيران الاماراتي والملك سلمان حفظه الله ورعاه عندما قال عدن خط احمر عادوا بهم الى مارب. ثم تاره اخرى تتجدد الصراعات ويعودوا ب 2026 الى حضرموت. طيب القوات هذه يا اخوان تشكلت لوين؟ الذهاب الى صنعاء. طيب لماذا لم تذهب هذه القوه الى صنعاء؟ يعني انا ارى المقدشي عندما دعمت السعوديه وشكل المجلس الرئاسي سجل، تخيل السعوديه تدفع مرتبات 350,000 جندي رواتب شهريه. عندما اتى ساعه الصفر والتقدم الى صنعاء اكتشفوا ان هذه الكشوفات كلها وهميه. ما قبل شهرين عندما طالبت اللجنه السعوديه بصرف الرواتب بكشوفات ان الرواتب هذه تتحول ببصمه، اكتشفوا ان الجيش اللي في مارب كله وهمي. فهنا في مفارقه. انا ايش ذنبي كجنوبي اني بانتظر لما تتحرر صنعاء عشان بستعيد دولتي؟ الشارع الجنوبي اليوم من المهره الى باب المندب يؤيد مشروع استعاده الدوله وليس انفصال. فانا لدي حدود ولدي مقاعد في الامم المتحده ولدي علم ولدي عمله ولدي كل مقومات اني بقوم بنها في بلدي. فانا لما اطالب مشروعي مش اني اطالب فيه انه انا حجه اني ما ابغى الحوثي. ابناء الشمال بنسبه 99.9% راضيين بميليشيات الحوثي. ما شفنا منهم الا في التيك توك في مواقع التواصل الاجتماعي فقط لا غير. اما كواقع هذا الواقع، هذه الحقيقه المؤلمه. الواقع يقول لك لا. انا يا اخي الم احد يشاهد المليونات التي تخرج في 70 مؤيده لهم؟ فانا ضد الحوثي، اقسم بالله ضد الحوثي جمله وتفصيلا. والى يومنا هذا والمقاومه الجنوبيه في الضالع في يافع في كل الحدود الجنوبيه تقاتلهم، وكل يوم يسقط معنا شهداء. فانا بالاول والاخير لما اجي اطالب مشروعي، طيب شوف ايش الاسباب؟ لماذا ابناء الجنوب الى يومنا هذا وهم يطالبون بمشروع استعاده دولتهم؟ حق مشروع. ففي فرق. انا لما اصبر تقول لي لا انا مربوط بتحرير صنعاء لما استعيد دولتي، لا يمكن بكره بعد بكره الشرعيه والحوثي بيتفقوا على طاوله واحده. يعني انا بتقصيني حقي؟ لا، مشروعي هو استعاده دوله الجنوب. هذا لا يمكن ان نتراجع عنه نهائيا. طال الزمن قصر، طلعنا نزلنا. هذا اللي عندي. سلامتك. خلص يا المحارب انا عندي مشكله مع اخواني الجنوب.